بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. إيه ده الشوربة مش سخنة وأنا مش عارف أشربها، قومي سخنيها لي تاني. فهي ترد وتقول أنا مش قادرة أقوم تاني، أنا خلاص عايزة أقعد أفطر، أنا اتهد حيلي تعبانة طول النهار ومحدش حاسس بيا. فيبدأ الصوت يعلى، تبدأ المشكلة تكبر، كلمة منها على كلمة منه، الخناقة تبدأ تزيد تزيد. هي تقول كلام يضايقه وهو يقول الكلام يجرحها، ويتحول الفطار اللي كان المفروض الأسرة هتتجمع عليه ويقعدوا ياكلوا مع بعض ويبقوا مبسوطين ويدعوا لبعض دعوة بإذن الله مستجابة على الفطار، اتحول لخناقة كبيرة جدا وغلط فيهم هما الاتنين في بعض وكسر للخاطر. الموقف ده بيحصل وبيتكرر في بيوت كتير جدا جدا، تلاقيها على الفطار او قبل الفطار بحاجة بسيطة الدنيا يعني ولعت نار زي ما بيقولوا كده. على فكرة، هو مش علشان الشوربة ولا علشان الاكل. طب امال علشان ايه؟ علشان النفوس للأسف الشديد لسه ما تهذبتش، ولسه ما قدرتش انها تتحكم في نفسها وتتحكم في غضبها. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصيام ما جاش عشان يطلع أسوأ ما فينا، أبدا أبدا. الصيام جاي علشان يعلمنا وعلشان يهذبنا، وازاي نملك أنفسنا وقت الغضب، وازاي ما نغلطش خصوصا مع أقرب الناس اللي المفروض واقفة وتعبانة وطول النهار في المطبخ علشان تعد ليك سفرة حلوة انت والأولاد. فما ينفعش ان انت تكسر بخاطرها وهي طول الوقت مجهدة علشان في الآخر انت تاكل لقمة حلوة تقول لها تسلم ايديكي. في رمضان بدل ما البيوت بتهدى، في بعض البيوت، لان في بيوت الحمد لله كويسة ومستقرة في رمضان، لكن للأسف الشديد بنلاقي بيوت كتير في رمضان بدل ما بتهدى بنلاقي الخلافات الزوجية فيها عند ناس كتير بتزيد جدا جدا، وبنلاقي مشاكل بتوصل لحد انها ممكن تسيب البيت وتقضي رمضان كله في بيت اهلها وهي غضبانة، وهو يقول طب والله ما انا رايح اجيبها، مش هي مشيت لوحدها، انا ما قلت لهاش امشي، هي اللي مشيت. هي تقول طب والله ما انا راجعه الا لما يجي ياخدني. ورمضان كله يتقضى في خناقات وقعدات وجلسات صلح وقالت وده عاد وده عمل، في الاخر ضاع رمضان في الخناق وفي الفرقه وفي الزعل والخصام. ممكن يوصل لحد العيد كمان تبقى سايبه بيتها وهو يعند وهي تعند، ويفضل البيت بالشكل ده. بيكبر الجرح وبتدخل البيوت في قطيعه واحنا في شهر كريم. لحد كمان بعض النساء بتفكر ان هي تطلب الطلاق في الشهر الكريم، وبالفعل في بعض الاسر بيقع الطلاق في شهر رمضان الكريم. الحقيقة قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعروف اللي هو الكلمة الحلوة والاحترام والتقدير، ونراعي تعب اللي قدامنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بأهله، وكان قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان هو خير الناس لأهله، كان بيقدر تعبهم وبيحتويهم. وكان قبل ما يعاتب، قبل ما يصدر منه عتب، والعتب بتاع سيدنا النبي كان عتب راقي راقي جدا، كان بيحتوي قبل العتاب علشان يعلمنا ان القرب من الله سبحانه وتعالى لازم يبان الاول في بيوتنا وفي تعاملاتنا. في حلقتنا اليوم هنتكلم وبصراحة ليه الخلافات الزوجية احنا اتكلمنا سابقا انها بتزيد بتبقى موجودة في شهر رمضان الكريم وشفنا الاسباب، لكن النهاردة هنتكلم عن زيادتها. هي مش كانت موجودة وفقط، لا ده عمالة بتزيد في الشهر الكريم. والحجة بيتقال اصل انا تعبان، اصل انا تعبانة. طب احنا نحدد التعب يبقى طبيعي امتى وامتى يتحول لإساءة؟ هو امتى مقبول انك تكون تعبان وهنفوت لبعض الكلمة دي ومعلش وحصل خير، لكن امتى يكون لا ده دي إساءة ولازم نقف عندها؟ وازاي نوقف الخناقة قبل ما تتحول لعناد وترك للبيت وغضبانة وممكن يوصل للطلاق لا قدر الله. بإذن الله هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا مرحبا يا أستاذة خديجة.
يا أهلا وسهلا أستاذنا، حياك الله أنت وبرنامجك المتميز وموضوعاتك المتميزة دائما وأبدا. وحقيقة أنا أهلا دخلت يعني في ومرحبا. الجو من أمم، الأسئلة، من الطرح تبعي، يعني صراحة أمم. وضع صعب جدا يعني في رمضان. للأسف نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل بيوت المسلمين أجمعين. احنا آمين. اتكلمنا سابقا في حلقة سابقة يا أستاذة خديجة عن إن في بيوت بيحصل فيها خلافات في شهر رمضان الكريم، وحضرتك تفضلتي علينا واتكلمنا عن بعض الأسباب اللي بتخلي فيه مشاكل أو مشاحنات أو إن الناس تكون متوترة شوية. لكن احنا النهاردة يعني لاحظنا ظاهرة أصبحت في بيوت كتير للأسف الشديد، إن المشاكل مش موجودة بس في رمضان، مشكلة وبتعدي، مشكلتين وبيعدوا، لأ، ده بقى رمضان مرتبط في بعض البيوت بالمشاكل. رمضان دخل علينا، في بعض الزوجات تقول لي أنا عارفة رمضان هيدخل من هنا والمشاكل تدخل من هنا وربنا يستر وما تطلقش في رمضان. ايه اللي يخلي معدل الخلافات الزوجية بيزيد جدا جدا في الشهر الكريم؟ طيب، أول شيء خلينا نذكر أنه سبحان الله إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين. والناس تفهم من هذا الحديث إنه خلاص الشيطان موجود، فالنفوس هادئة والنفوس مطمئنة والمفروض إنه ما يصير كذا. هذا الفهم القاصر يعني مسوي إيش في الناس؟ إنه هم عندهم شماعة يعلقوا عليها اللي هو أخطائهم اللي طول السنة وتتركز في شهر رمضان، اللي هي الأخطاء السلوكية. فلما يجي شهر رمضان يقول لك اشمعنى يعني في رمضان مشاكلنا كثيرة، المفروض انه ما في شياطين، ما في كده. المشكلة مش في الشياطين، والمشكلة مش في رمضان، المشكلة في الأشخاص اللي أصلا ما عندهم الأدوات النفسية طول السنة يستخدموها لتهذيب أنفسهم. فرمضان بيجي بيزيد الضغط، بس هذا اللي بيصير يعني. مم. ليش بيزيد الضغط؟ لأنه بيصير فيه حرمان من الأكل ومن الشرب، وهذه واحدة من المتع والأشياء المسكنات القوية جدا لسلوكنا يعني. فإحنا مم. بنهدأ. تخيل إنسان يصوم، طبعا إحنا ما نبغى نتكلم مثلا عن الجانب الطبي اللي هو انخفاض السكر ومش عارف إيش، لا إحنا خلينا مم. ناخذ الموضوع ده بدون آثار. لما يدخل رمضان والناس تمتنع عن الطعام والشراب، هنا الامتناع هذا هو عبارة عن الطريقة للتعامل مع هذا الضغط. مم. طيب الإنسان إذا كان هذا الشخص طول السنة ما هو عارف أساس يتعامل مع أي شكل من أشكال الضغوطات غير بالصراخ، اه. إيش حنتوقع منه في رمضان؟ فهنا اللي بيصعب علينا الموضوع في رمضان، إحنا بنتوقع إنه رمضان لما يجي نحن نكون أهدى. إحنا توقعاتنا دي خطأ. لما تدخل رمضان ولا غير رمضان، الإنسان اللي أساسا ما بيهذب سلوكه طول السنة بيجي رمضان بس بيكشفه مظبوط يعني، ما مم. بيصير مم. أكثر من كده. مم. هذه من الإشكاليات الكبيرة جدا. عشان كده دائما إحنا ننبه نقول أي نعم صفدت الشياطين، لكن لسه الشياطين الصغيرة، سلوكياتنا، أخطائنا، مفاهيمنا، أفكارنا، كيف نبغى نصفدها نحن؟ تصفيدها يجي إن أنا أستخدم رمضان أو أستفيد من جو رمضان في ضبط سلوكياتي وضبط انفعالاتي والتعامل مع هذا الشيء. مم. لكن ما أفرغ غضبي في الناس اللي حولي وأخلي شهر رمضان هو شهر التوتر والقلق. وهذا اللي قاعد بالظبط. يصير مع الأسف الشديد يعني. مو بالظبط. معقول يدخل رمضان واحنا متوترين. المفروض يدخل رمضان شهر القرآن وشهر طبعا طبعا. العبادة وشهر كذا، مم. بيصير مم. عكس تماما. مم. طبعا هنا مم. بيأثر على المدى البعيد حتى على الأطفال يعني، فضلا عن ايوه، هم النساء يعني. بيطلعوا يا استاذه خديجه من رمضان نفوسهم شايله من بعض، زعلانين جدا، وكل ما تحصل مشكله تقول له فاكر رمضان اللي فات لما انت قلت لي كذا ولما غضبتني وسبتني عند بيت ابويا، فبيطلعوا بذكريات سيئه جدا جدا. ولكن انا عايزه اناقش مع حضرتك نقطه مهمه. بعض الزوجات بتقول ويعني ده كلامهم ما بين قوسين: انا لو حماتي مش موجوده في حياتي، انا رمضان وايامي كلها مش رمضان بس هيعدي بسلام. انا حماتي هي سبب المشاكل في رمضان. كل شويه تتصل بجوزي تقول له طب انت مش هتعزمني النهارده؟ ماشي يا امي، طبعا على عيني وعلى راسي، اتفضلي. مش هتعزم اخواتك؟ مش هتعزم مش عارف مين؟ والاقيها كل مره تتكلم معاه مثلا على مصاريف، على حاجه، ده مراتك عملت، ده مراتك عزمت اهلها وما عزمتنيش. فكل المشاكل اللي بتحصل عند بعض البيوت بتبقى سببها الحموات. فتيجي الزوجة تقول ايه؟ انا هقطع علاقتي بيها، هي هتدمرني، هي مش هتسكت الا لما تطلقني في رمضان او ان انا ما اقعدش في بيتي. رأي حضرتك ايه في الكلام ده؟ والله يؤسفني جدا أسمع إنه في زي كذا أشياء تصير يعني تقصدا في رمضان. مم. لكن إيش نقول إحنا؟ إحنا قلنا البيت عبارة عن نظام كامل.
لا يسير فيه شخص واحد ولا يمشيه شخص واحد، الرجل والمرأة هم المسؤولين في البيت. فلما يكون عندهم في نظام في رمضان، يعني في بعض العائلات، خلينا نعطيك نماذج، في بعض العائلات مم. من يوم ما يدخل رمضان سحور فطور لازم عندهم عزايم، فالزوجة والبنات والعائلة كلها في شغل في القصة دي كلها. فتخيلي رمضان لما ينقضي كله، خلاص طول السنة ما عزمناهم، يعني نحن طول السنة بنعزمهم، إيش معنى في رمضان بهذا الشكل؟ في عائلات لما يدخل رمضان تقول لي قبل رمضان أسوي العزايم وأخلصها، في رمضان أقول لهم لا حد يعزمني ولا تنتظروني شيء، ويكون باتفاق الرجل والمرأة. لما يكون المسألة هذه باتفاق الرجل والمرأة معناها هم 90% راح ينعموا بالهدوء والسلام داخل بيتهم، لأنه ما في أحد إلا هم وأولادهم فقط في ذا البيت في هذه الأجواء بظروفهم بإمكانياتهم بترتيب وقتهم وتنظيمه. طيب المرأة اللي تواجه حماة بهذا الشكل إيش لازم يكون؟ نقول ما تتصادم مع أحد، لكن تسوي نظام. سبحان الله، يعني دائما يعني النظام والترتيب والمداراة يعني يحل الإشكالية في الشيء. فممكن نقول طيب ماشي، العزايم كلها نخليها في العشرة الأولى من رمضان، من بعد 10 رمضان ما يخلص خلاص ال20 اللي بعد كده ممنوع أحد يعزمنا ولا نعزم أحد، وخلاص نقفل على هذا الباب. كده يكون إحنا رتبنا وسوينا جدول للعزايم، يعني خلاص حماتي مع مش عارفة إيش يوم كده ويوم كده ويوم كده عزمناهم، أو نعزمهم دفعة واحدة نخلص من الشغل ده، وأهلي نعزمهم كده وخلاص نقفل على هذا الباب، لا يعزمونا ولا نعزمه ولا نشتغل على بعض خلاص. فشفتي الموضوع ده التنظيم. بس المرأة طب التعامل يا أستاذة خديجة، يعني مثلا في بعض الحموات يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم بصراحة، وده موجود بدون ما نكون يعني نتجنى على حد، لأن زي ما في الحلو في برضه السيء. فيها حموات بتتعمد يعني تصحى الصبح مثلا تتكلم معاها في التليفون، أهي عايزة مشكلة وخلاص، تعمل معاها مشكلة، تتكلم مع زوجها تقول له مراتك قالت ومراتك عادت. ففي بعض الزوجات بتقول أنا بقطع علاقتي بيها، أنا ما بردش عليها، أنا لولا الإحراج أعمل لها بلوك. طيب والله هذه إشكالية كبيرة جدا. يعني احنا دائما ايش نقول؟ يعني خليكي ذكية، يعني خليكي ذكية بمعنى ايش؟ يعني ما هو الكلام الحلو راح تقوله والكلام السيء راح يطلع إذا الواحد يتنرفز. فهنا الإنسان لازم يعرف إنه هذول كلهم امتحاناتك، هذول كلهم اختباراتك. طب كيف تتعامل مع هذا الاختبار؟ الاختبار ده تتعامل معاه بالهداوة. الهداوة ايش معناها؟ مو كل اتصال لازم ترديه، مو كل كلمة لازم تسمعيها، مو كل شيء لازم أحط السماعة في إذني، مو كل شيء لازم أنفعل معاه. لازم أكبر دماغي شوي، أكبر دماغي على الأقل أعرف إنه الهدف الآن من المحادثة هذه كلها إن أنا أخرج عن طوعي. طب أنا لا أسمح لأحد إنه يفسد علي صومي، حتى لو اضطريت إنه بطريقة مهذبة أقول مثلا أنا مشغولة الآن راح أقفل معليش مش عارف إيش، أقطع الاتصال. طب تنتقل الحماة الآن للزوج. طب أنا كنت بكلم زوجتك وقلت لها وقالت لي ومش عارف إيش وكذا. هنا لازم إذا ما كان في اتفاق صدقيني بين المرأة وزوجها، الحماة راح تدخل، لكن إذا في اتفاق حيكون جبهة واحدة. فالحماة اللي انت يعني ثغرة تدخل منها، بس هي عارفة ولدها فعندها ثغرات كثيرة تدخل من خلاله. فهنا دائما نقول احنا المرأة انت ركزي على زوجك مو على حماتك. يعني اكسبي زوجك، اكسبي زوجك بمعنى ايش؟ داري، مو طاوعي. احنا ما قاعدين نقول يلا جاري وطاوعي وخلاص سوي، لا، يعني ارسمي حدودك معاه وعرفيه ايش تبغي وايش ما تبغي. بعض النساء ما تعرف تشرح احتياجاتها بشكل صحيح، يعني صحيح. يعني بدل ما تقول مثلا انا تعبانه تجلس تعطي خطبه عصماء طويله جدا ورجلي صارت توجعني وشغل البيت والاولاد وانتم مو حاسين فيها. في النهايه ايش هي الجمله الاخيره اللي تقولها؟ هي انا تعبانه مرهقه ما اقدر على كذا. طب قوليها على طول، الرجل ما يفهم اللفلفات الطويله. فانت لما تيجي المراه تقول انا يعني تعبانه من كذا، او انا هذا الشيء يتعبني، او هذا الشيء يرهقني، او انا هذا الشيء يضايقني، خلاص الرجال فاهم القصه دي كذا، حيبدا يتعامل هو مع اهله باللغه اللي هم يفهموها. بس ما تدخل في صراع غير متوازن القوى، ما تدخل في صراع انه هي وحماتها وتضع زوجها في النص، لان في النهايه زوجها حيقول ايش؟ حيقول امه، يعني ما في مجال للكلام. طبعا. فهنا دائما نقول للنساء خليكي حكيمه في التعامل، وفي النهايه وبلاش تصطدمي صاحب معاها. النفس، ايوه صاحب النفس الطويل هو اللي حيفوز في النهايه. يعني فهذا اختبار. تمام. طيب أستاذة خديجة، احنا بنسمع دايما في رمضان كلمة ان الزوج لما يتنرفز ويتعصب ويغلط معلش اصل انا تعبان. احنا عايزين نفرق ما بين التعب الحقيقي المقبول ان احنا ممكن يعني نعدي ونفوت، وما بين
لأ، ده سوء سلوك، ده محتاج وقفة ومحتاج كلام، ما ينفعش تقول لي أنا تعبان. إزاي نفرّق ما بين التعب الحقيقي الطبيعي اللي ممكن نقبله وما بين سوء الخلق؟ طبعًا بنقيس هذا الشيء على الأيام كلها، ما بنقيس على رمضان. قياس إمم. رمضان ده رمضان بيورّيكِ نتيجة اختبارِك طول السنة. آه. تمام؟ في سلوكياتِك. فالإنسان لمّن يكون سلوكياته طول السنة هو هادئ وهذا وضع جديد عليه في رمضان بس هو كده بيتنرفز، هنا اهم. أبدأ ألتمس العذاب. ممكن يصير معاه هبوط سكر، يمكن كده، يمكن يكون من الشغل كمان مضغوط، يمكن الحر، أيوه. يمكن كده. آه، آه. فهنا سهل التعامل، لكن إذا كان إنسان طول السنة هو أساسًا عصبي وييجي في رمضان هذا سوء خُلق، ما له علاقة برمضان ولا هو مرتبط برمضان ولا بأي شكل من الأشكال. عرفتِ كيف؟ إمم. فهنا المرأة هي اللي تقدر تعرف النمط تبع زوجها أو نمط حتى أولادها وحتى نمطها هي الشخصي. إذا هي طول السنة هادية بس في رمضان مثلًا معناها الجوع بيأثر عليها بشكل ما، فهنا آه. تقدر هي تلتمس لنفسها العذر في هذا الجانب. إمم. فطبعًا إحنا لما يكون وضع طارئ معناها محتاج مننا إن إحنا نحتوي هذا الرجل ونحتوي هؤلاء الأبناء ونطيب خواطرهم ونقول لهم أنا إمم. عارفة والله أنا عارفة إنه الصيام شوية صعب عليكم وإن شاء الله أنتم مأجورين، الكلمة الحلوة يعني. عرفتِ كيف؟ فده بالضبط، بيهدّئ الوتيرة بالضبط. كلّها وعدم إمم. استفزازهم، خاصة لإنه إمم. هو وضع طارئ. لكن إذا كان إمم. طول السنة كده دايمًا نقول للمرأة أنتِ احمي نفسِك من القصة دي لمّا تكون مركّزة في رمضان فقط. إمم. طيب أستاذة خديجة، لمّا بنيجي نتنرفز ونتعصب أو نتوتر ب بنطلّع غضبنا وعصبيتنا على أقرب الناس لينا، اللي المفروض إن إحنا دول أكتر ناس نودّهم ونحترمهم ونقرّب منهم. الزوج بيطلّع غضبه ونرفزته على زوجته، فالزوجة تعمل إيه؟ فتطلّع في عيالها، والعيال يعملوا إيه؟ يطلّعوا غضبهم وزعلهم في بعض، أو هي تطلّع على أخواتها وهو يطلّع على المهم إن هي الدايرة الضيّقة اللي المفروض أصلًا إحنا نكون حنيّنين على بعض ورحماء ببعض. ليه دايمًا الغضب بيطلع على اللي حوالينا أقرب الناس لينا خصوصًا إن الزوج بيطلّعه على زوجته؟ تعرفي فكرة الشخص لمّا أنتِ تضمنيه، إمم. الشخص آه. المضمون، إمم. ساعتها الإنسان بالضبط، بيبدأ بالضبط. يتصرف بطريقة مؤذية معاه، ليش؟ لأنه هو عارف إنه هو ما راح يخسره، طيب، وما بيخاف أساسًا من خسارته، والكبت يحتاج جهد، فهو مش ما يلزمه إنه هو يبذل هذا الجهد حتى يثبت بالضبط. نفسه ويضبط انفعالاته قدام بالضبط، هذا الشخص، والله بدليل إن قادر، هو في مشكلة. شغله ممكن مديره أو زميله يبقى يعني تعبه جدًا ومعصّبه جدًا، جدًا، وما بيقدرش يعمل معاه كده. معناها هذا شُفتِ إحنا بنسميه إحنا نمط اختياري، أنت بتختار قاعد السلوك، إمم. بتنقي قاعد. إمم. ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان عصبي وعصبي إمم. على مديره، على زوجته، على الناس كلّهم، خلاص إحنا عارفين، الشارع كلّه عارف. لكن أيوه. الإنسان الانتقائي معناه أنت بتختار قاعد ردة الفعل المناسبة أو السلوك الذي سوف تمارسه مع فلان من الناس دونا عن فلان من الناس. فهنا طبعًا ليش بنقول زي كده؟ بيقول لِك طب أنا يعني إذا ما فضفضت وطلعت اللي في قلبي مع أهل بيتي أطلعه فين؟ يعني مساحة بالضبط، الأمان ما هذه كلها كنتوش أنتم تفسدها أو تستحملوني مين هيستحملني؟ أيوه، هو مساحة الأمان دي أنت لمّا تخرّبها وتخلّيها مساحة إزعاج ومشاكل ومساحة معركة، نحن كيف نقدر نعيش مع بعضنا البعض؟ فهنا طبعًا هنا بنقول هذا سوء الخلق يعني أو التصرُّف اللي بنقول عليه إنه هو أذى مقصود هذا. يعني أنا أشوف إنه هو أذى مقصود، لإنه أنت اليوم تختار مع مديرك تكون مهذّب ومع زوجتك إمم. لأ، طَب أولى الناس بالضبط، أنت بالضبط. زوجتك مو مديرك يعني، لإنه هذه الدائرة الأقرب هي اللي حتتحمّلك، هي اللي حتصبر عليك، هي اللي حتلتمس لك العذر. مديرك ما حيلتمس لك العذر حتى لو انت مؤدب، لانه حيشوف شغلك ويحكم عليك ويجي ماشي ما عنده شيء ثاني بينك وبينه يربطه في هذه القصه كلها. فهنا دائما التوقعات، احنا لما ما نخاف من خساره الناس بنسيء التعامل معهم مع الاسف الشديد، مع إمم. انه المفروض انه انا الشخص اللي امنه والشخص اللي احبه إمم. واكثر شخص لازم اخاف انه يتركني او اني انا اخسره من خلال سوء خلقي. فالدعوه هي لا تجعل مبرر انه لا هم يتحملوني هم الأقرب، لا، الناس كلها بالضبط. عندها طاقة للتحمل، إمم. ودائما كلنا نبغى نشعر في دوائرنا القريبة بالأمان والاطمئنان. فلا إمم. نفسد على أنفسنا بمبررات إذا أنا ما تحملتوني أنتم مين حيتحملني؟ لا، ما حد بالضبط، قادر بالتأكيد. يتحمل أحد يعني. بالتأكيد. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية والlife coach على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز. ولكل زوج افتكر إن الكلمة ممكن تداوي وتطبطب وممكن تجرح وتقسى وتكسر خاطر. وافتكر إن رمضان
شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق. ففي شهر الرحمة احنا في أيام الرحمة، المفروض أولى الناس إن أنت ترحمها هي زوجتك، وإنك تحتويها وتراضيها وتجبر بخاطرها هي زوجتك. ولكل زوجة خدي نفس عميق كده قبل أي رد تقولي استغفري، وقولي حسبة لله سبحانه وتعالى. هو تعصب عليكي أو هو ضايقك، قولي يا رب حسبة لوجهك الكريم، انك مش عايزة تخلي جو البيت فيه مشاكل ومشاحنات، واحنا في شهر كريم. بالراحة واصبري، وما تخليش الغضب يضيع عليكي صبرك وتعبك ومجهودك وأجرك، وما يكبرش الخلاف. خلوا رمضان فرصة للهدوء وللمسامحة وتوطيد العلاقة ما بينكم وما بين بعض. ما يكونش رمضان جاي وخلاكم ان انتوا تكفروا من بعض ويحصل ما بينكم مشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم يا رب العالمين رحمة على بيوتنا جميعا، ورحمة ما بين كل الأزواج، ونخرج منه من العتقاء والمغفور لينا، وكمان علاقتنا بأزواجنا أفضل وأحسن وأقوى بإذن الله تعالى. انتهت حلقتنا اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.